الحين بروح حق طبخة الغداء. كمية بصل وايد راهية، يعني تقريبا 3 أكواب كذي مقطعتهم جوانح. هي المفروض ماكو بطاط، بس أنا يعني أحب بطاط كذي مع الصماق وبرش ليمون وحامض، لذيذ يصير. فلفل أسود، عندي كذا نوع صماق، هذا جايبتها من تركيا، وهذا معطيني اياه بعد هدية. خش نوع، يعني درجة الحموضة مالتهم تختلف. فلفل أحمر ناشف مجروش، شكله كأنه صماق بس هو فلفل ترى. ملح، هذا زيت زيتون وزناس. حطيت برش ليمونة واحدة هني. البهارات اللي بستخدمها شوية بهار حلو، شوية دارسين، شوية كزبرة بودر وبابريكا، وأنا حاطة ملح وفلفل أسود بإضافة الصماق. كم فص ثوم كذي. الحين نقعد ندعك البصل. المفروض أدعك البصل قبل أحط باقي الأشياء مع الصماق. حط الدياي، كنت بزعتر بس ما عندي في الحديقة، طلعت مو زارعة، نسيت على بالي زارعة فاستخدمت مرمية، مو مرمية، هو ايش فيني، روزماري. كذي صينيتي جاهزة. حطه بالفرن. إذا صار لونه وايد غامج أقط بس عليه كذي ورق زبدة، يعني بس أغطي عشان ما يتحمر زيادة. أخليه راح يطلع ماي. طرشت ساعة يغيب خبز إيراني، راح نسقي الخبز الإيراني من الماي ونحط عليه الدياي والبصل، نفس فكرة المسخن بالضبط. بقلب الدياي لأنه مو راضي يتحمر من هالأجزاء، فبقلبهم. يعني كذا سؤال إنه ليش ما غطيته ينشف. البصل والدياي وكل شيء راح يطلع ماي، فما راح ينشف. فخليته عشان يتحمر ياخذ لون حلو. هذه كذي طبختي خلصت. تقدرون تقدمونها بطريقتين، يا انكم تحطون خبزة إيرانية وتحطون طبقات البصل وتشربون الصوص وتقدمونها، او انكم بقدمها الحين على الخبزة وادخلها شوية بالفرن كذي. خلصت. رشة زيادة صماق عشان اللون. تحطونه بالفرن شوية بس عشان يتسخن كل شيء مع بعض.